ماغي غزام تستغل حاجة امرأة مسلمة فقيرة وتقول لها سأساعدك وأعطيك ثمن الدواء وتأخذي بدلا عنه الإنجيل وأن تترك الإسلام. يا لقبحها، تقوم باستغلال حاجة الفقراء لنشر ما تدعي أنه دين المحبة. فلنشاهد هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ماغي خزام، لما بعت البنات معي من الدكتور اجوا معي على البيت وبعت لي معهم كتاب الانجيل المحرف اللي انت محرفتيه وعم تعمليه لجماعتك انجيل. انا لما فاتوا معي على البيت وطلبوا مني المصحف الشريف، هاد شايف المصحف الشريف، طلبوا مني اعطيهم المصحف مشان يطلعوه برات البيت، وانا عندي بالبيت في هدول شايفتيهم مصحفين. انا عندي بالبيت مصاحف وقلت لهم ما عندي. قالوا لي ما هي معقوله في بيت مسلم ما فيه مصحف. قلت لا انا ما عندي، عشان ما اعطيهم اياه، عشان ما اطلع المصحف من بيتي. وحده منهم بعتت للصغير قالوا له جيب من عند الجيران مصحف، الجيران ما عطوا لابني مصحف. والمصاري اللي انت رجعتي نشرتي فيديو اني انا استلمت، انت وحده كذابه، انا ما استلمت مصاري. خليتوني اقعدهم واخذتوهم. البنات اللي مسلمتيهم اياهم اخذوا المصاري وطلعوا، حتى ابني قلعون، طلعوا من بيتنا تقليع. ابني قلعون وقال لهم ما بدنا مصراتكم، وانت بتعرفي المصاري رجعوا لكم. ليش عم تكذبي تبستي اني انا استلمت مصاري؟ شفتي القران الكريم؟ شفتي؟ هذا انت ما بتحبي تقربي عليه، لان المشركون نجس. انا بتشرف باسلامي وبديني وبقراني، انا بتشرف فيهم، هدول شرف لاني امرأة مسلمة شجاعة كل التحية لها، رغم فقرها وحاجتها للعلاج والدواء لكنها لا تساوم على دينها، وهذا أقل ما نقدمه لديننا. والله يا أماه، ماغي غزام هي المريضة وليس أنت، فهي مريضة بعقلها، ولولا ذلك لعلمت أن المسلم الحقيقي لا يبيع دينه بأموال الدنيا كلها، لا بل أكثر من ذلك، يبيع روحه وجسده وأبناءه وكل ما يملك في سبيل هذا الدين وفي سبيل نصرته. فما بالك ببعض النقود من يديك القذرة؟ هل تتوقعي أن يبيع دينه مقابله؟ ولكن لا نلومهم يا إخوان، لأن انتشار الإسلام والطريقة المبهرة التي يجوب بها القارات الأربعة دوشت رؤوسهم وجعلتهم لا يفكرون فيما يتصرفون، وجل ما يفعلوه أن يتقيأ سمومهم القذرة على الفقراء والضعفاء والمساكين لنشر معتقدهم الذين هم واثقون أنه ذاهب إلى انقراض. ولو كان دينهم دين حق لما قاموا بهذه الحركات الدنيئة من استغلال الفقراء والمساكين. فعلا يا لقبحك وقبح ما تدعين إليه، إن كان هذا ما يأمركم به معتقدكم. وأنت أخي بالله لا تنسى أن تشارك الفيديو على أوسع نطاق لنفضح هذه المؤامرة الدنيئة ولنحذر المسلمين من هذه العجوز الشمطاء. كنت معكم أنا أخوكم نورس المجارح، أحبكم في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم.